قبل ما تقفل الفيديو احب اقولك ان ده نوع من سمك اسمه البرانا قتال ومتوحش بطريقه مش طبيعيه، بيتميز باسنان حاميه وجامده جدا لدرجه انها تفرتك البني ادم في لمح البصر. البيولوجي كارل ده عالم احياء طلع لنا حته احفوره لسمكه برانا. الراجل شرح ان الكائن ده كان منقرض من اكتر من 10,000 سنه. بس السؤال هنا ازاي النوع ده من البرانا الوحشيه ظهر فجاه في البلد الهاديه دي؟ القصه بدات من كام اسبوع فاتوا. كان في راجل عجوز بيصطاد وقعت منه ازازه ميه فاضيه في البحيره. الازازه دي سبحان الله عملت هزه ارضيه بسيطه في المنطقه. نتيجه للهزه دي فتح شق كبير طوله حوالي 10 متر في قاع البحيره، ومن الشق ده طلع منه عشرات الالاف من اسماك البرانا المفترسه وهجموا على الراجل اللي بيصطاد. بسبب الشق اللي اتفتح البحيره عملت دوامه عملاقه على وش الميه. الراجل العجوز حاول يشغل مركبه بسرعه علشان يهرب، بس التيار كان قوي قوي وراح واقع في الميه بالغلط. في لمح البصر سمك البرانا المتعطش للدماء اتلم عليه زي النمل. في ثواني الراجل كان خلصان وما بقاش فيه اي اثر للحياه. الشرطه وصلت لمكان الحادثه اول ما جالهم البلاغ. قعدوا يدوروا كويس لحد ما لقوا مركب الراجل العجوز. جولي ضابطه الشرطه مدت ايديها عشان تسحب المركب بس اختل توازنها ووقعت في الميه. الضابط سام شدها بسرعه علشان يرجعها للشط، وفي اللحظه دي بالظبط جثه طفت فجاه من تحت الميه. كانت جثه الراجل العجوز، كانت متقطعه حتت لدرجه ان محدش قدر يتعرف عليها. الضابطين استنتجوا ان في حاجه مرعبه ومخيفه قوي مستخبيه في البحيره. تاني يوم بيتر وجولي جابوا معدات للبحيره عشان يحققوا في الوضع. استخدموا جهاز واستكشفوا الشق اللي عمله الزلزال. بعد ما حددوا المكان بالظبط 2 باحثين لبسوا لبس الغطس ونزلوا الميه علشان يستكشفوا. بسرعه لقوا فتحه ضيقه وقرروا يدخلوا يشوفوا جواها ايه. شافوا حاجات شفافه زي الصوابع وملهاش عدد، وما يعرفوش ان دي في الحقيقه جنة برانا. واحد من الرجاله كان لسه هيمد ايده يلمسهم، فجأة حاجه عضته. الدم الاحمر ملى الميه في ثانيه. احساس قلق مش طبيعي سيطر عليه. لما شغل الكشاف بتاعه اتخض لما لقي سرب ضخم من السمك المتوحش. الراجل لسه مش مستوعب اللي بيحصل، والسمك المفترس هجم عليه زي المجانين. زميلته بقى حست ان في حاجه مش مظبوطه، حاولت تدخل تشوف ايه اللي حصل له وما كانتش تعرف انها كمان بقت الهدف اللي جاي للبرانا. زميلهم التالت لما سمع اشاره الاستغاثه بسرعه لبس لبس الغطس بتاعه ونط في الميه فورا علشان ينقذهم. بالرغم من انه عرف يسحب واحد منهم على المركب الا انه ما كانش فاضل منه غير هيكل عظمي. جنب اللي فاضل من الجثه لقوا سمكه برانا لسه عماله تتلوى. جولي وهي مصممه تكشف اصل السمك المتوحش ده خدت السمكه لكارل عالم الاحياء. من كارل بقى عرفوا سمك البرانا ده مرعب ازاي. بسبب انها عايشه في الضلمه بقالها كتير نظرها ضعف جدا، بس في نفس الوقت سمعها وشمها بقوا خرافيين وقويين بشكل مش طبيعي، وفي نفس الوقت بقوا اكتر تعطش للدم ومتوحشين. كان من المستحيل الواحد يتخيل حجم الكارثه اللي ممكن يسببها العدد ده من السمك المتوحش في بحيره حديثه. لما سمعت الكلام ده جولي فهمت فورا خطوره الموقف. اليوم ده بالذات البلد كانت بتستضيف الكرنفال السنوي للميه. جولي بسرعه خدت فريقها وراحت هناك. لما وصلوا لقوا المكان مليان سياح بالهبل. الضباط فورا بداوا يخلوا الناس من المنطقه، كانوا بيصرخوا علشان الحفله تخلص وكل الناس تبعد عن الميه. بس الضجه في المكان كانت عاليه لدرجه ان محدش سمع تحذيراتهم. سام من كتر الاحباط مضطر يضرب كام طلقه تحذيريه في الهواء. اشار للكل انهم لازم يسيبوا الميه فورا، بس اللي ما كانوش متوقعينه ان تحذيرهم اللي كان بنيه كويسه جاب نتيجه عكسيه تماما. ده بس خلى السياح يتجننوا اكتر، طنشوا النصيحه ونطوا في الميه. بعضهم كمان على المزيكا على اخرها. جولي خدت الميكروفون وحاولت تتكلم معاهم وتفهمهم، بس الضجه الجامده دي كانت بالفعل جذبت السمك المتوحش ليهم. الضباط ما كانوش عارفين يعملوا ايه، كانوا بيحاولوا باقصى جهدهم انهم ينقذوا الناس، بس في اللحظه دي المسرح ما استحملش الضغط. مال كده على جنبه ووقع في الميه على طول. بيتر بسرعه نط على مركب سريع، مسك بندقيه وبدا يضرب في السمك المتوحش. سام في محاوله منه انه يحمي السياح وهم رايحين للشط خلع المروحه بتاعه المركب، بس للاسف قدام موجه السمك المتوحش اللي ما فيش ليها نهايه دي سام ما قدرش يصمد اكتر من كده وغرق وسطهم. لما كل حاجه هديت المنظر في الحفله كان مرعب. السياح كانوا يا ميتين يا مصابين، واطراف متقطعه وايادي ورجول مرميه في كل حته. جولي كانت بتسعف الجرحى. فجاه جالها تليفون من ابنها جيك بيقول لها ان هم كمان بيتهاجموا من السمك المتوحش ده. لما سمعت ان ولادها الثلاثه في خطر جولي اتخضت وتوترت على طول. بسرعه جرت هي وبيتر عشان تروح لهم. طلع ان قبلها بلحظات جيك كان واخد اخوه الصغير واخته وكانوا على يخت مع اصحابهم بيستمتعوا بالبحيره.
بس بالغلط اليخت خبط في صخرة تحت المية، 2 منهم وقعوا في المية وصرب من السمك المتوحش حاصرهم. في ثانية واحدة الست اتهرست. الراجل التاني من الرعب طلع بسرعة على وش المية، كان بيعوم بجنون ناحية اليخت. الست اللي على المركب كانت ماسكة مجداف وهتساعده، بس قبل ما تعمل حاجة الراجل اتهاجم من السمك المفترس ده، وبالرغم من انهم سحبوه على المركب الا ان نص جسمه اللي تحت كان عبارة عن فتافيت من اللحم والعظم، ومفيش كتير بعد كده مات من كتر النزيف. واللي زاد الطين بلة ان كيلي كانت محبوسة في الكابينة. المية كانت عمالة تزيد وما كانش فيه غير اعداد كبيرة من السمك المتوحش بتعوم جوه الكابينة. كيلي ما كانتش عارفة تعمل حاجة غير انها تقف على ارض اعلى وتصرخ بجنون علشان حد يساعدها. جيك حاول يفتح فتحة السقف بس بسرعة فهم انها قافلة جدا ومش هتفتح. في الناحية التانية بقى جولي وبيتر كانوا خلاص وصلوا. جولي علشان ما تخبطش في الصخور ما قدرتش توقف مركبها غير على مسافة بسيطة، وبعدين رمت حبل. اول ما جيك ربط الطرف التاني من الحبل باستخدامه طلعت على اليخت، ولما عرفت ان لسه في حد محبوس في الكابينة جولي بدأت تفكر ازاي تنقذهم، بس حتى هي ما قدرتش تفتح فتحة السقف اللي كانت متكلبشة. المدخل الوحيد كان غرقان بالكامل تحت المية. جوه الكابينة كان مليان سمك متوحش. جولي من غير ما يكون في ايديها حاجة ما كانش ليها خيار غير انها الاول تطلع الست والطفلين لمركب امن، وبعدين تشوف ازاي تقدر تنقذ كيلي. المية كانت مليانة اسماك مفترسة، غلطة واحدة بس وما كانش هيفضل منهم اي حاجة، بس هم عملوا غلطة قاتلة. ما كانش المفروض يخلوا الاربعة كلهم يطلعوا في نفس الوقت زي ما كان متوقع. في نص الطريق الحبل كان بينزل بشكل خطير وقرب من وش المية. الست اللي كانت في الاول اتهاجمت على طول من السمك المتوحش. من الرعب بدأت تقاوم بعنف. بسرعة قوتها خلصت ووقعت في المية، والسمك المفترس فرتكها بوحشية. الباقيين لما شافوا المنظر المرعب ده جريوا بسرعة علشان يطلعوا للناحية التانية. الطفلين وصلوا بسلام لمركب جولي، بس في اللحظة دي السور بتاع المركب اتكسر فجأة. لحسن الحظ بيتر داس بنزين بسرعة ونجح في انقاذ جولي. جولي وصلت بسلام للمركب، بس في الناحية التانية المية كانت خلاص وصلت لرجل كيلي، والاسماك المتوحشة بدأت تتحرك حواليها. كيلي ما كانش قدامها غير انها تستخدم طاسة قلي علشان تدافع بيها عن نفسها. جيك شاف صاحبته كيلي في خطر كبير، مرضيش يطلع لأمه جولي، بدل كده فك الحبل وربطه حوالين وسطه. فكر في خطة كده علشان ينقذ كيلي، والفكرة كانت انه يستخدم جثث اصحابهم اللي ماتوا علشان يلهي الاسماك المفترسة. لما جيك رمى جثة في المية السمك المتوحش اللي في الكابينة اتلم عليها فورا. مستغل التشتيت ده جيك نط بهدوء في المية من الجنب وغطس بسرعة تحت المركب ودخل الكابينة. بعد ما اتقابل مع كيلي بنجاح جيك بسرعة كلم امه باللاسلكي، قال لهم يجهزوا بالمركب علشان يسحبوهم هما الاتنين. بعد ما اتكلم جيك لقى عصاية بتشعل نار، وبعدين غطس تاني في المية وفتح انبوبتين غاز كان ناوي يفجر السمك المتوحش ده بعد ما يخرجوا. اول ما كل حاجة كانت جاهزة جيك كلم امه تاني وقال لها بعد 10 ثواني انطلقوا بسرعة. هما الاتنين غطسوا تاني في المية، بس ما كانوش يعرفوا ان في كارثة بتحصل بره، لان في اللحظة دي المركب السريع بتاع جولي ما كانش عايز يدور. وفي نفس الوقت جيك كان خلاص ولع العصاية ورماها جوه الكابينة، والمصيبة ان السمك المتوحش كان خلاص اكل الجثث. الانفجار الضخم ده موت عدد كبير من الاسماك المفترسه. جيك وكيلي انقذوهم بنجاح، بس في الوقت اللي الكل كان بيحتفل بنجاتهم جولي فجاه جالها مكالمه من كارل. عم كارل بقى قال لهم انهم ممكن يكونوا بيواجهوا مشكله اكبر بكتير، وده لان سمكه البرانه اللي جابوها ما عندهاش اعضاء تناسليه كامله، وده معناه ان السمك اللي هاجمهم ده مجرد مجموعه من الصغار اللي لسه ما كملوش. لما سمع كده بيتر كان شكله تايه ومش فاهم، وسأل امال فين اهلهم. ويا ريته ما سأل، لأن الفيلم ده بيخلص لحد هنا. ما تنساش لو عجبك الفيلم تدعمني بلايك واشتراك في القناة. سلام.